واحد من أكتر الأعمال شهيتي يا جلالته المسلسل الدرامي اللي قدر يلفت أنظار المشاهدين بفضل قصته الفارسية وأحداثه المشوقة والكوميدية. عمل جمع بين الدراما والكوميديا بطريقة مختلفة، وبيتكلم عنه الجمهور على السوشيال ميديا بشكل واسع جدا. في الفيديو ده هنعرض لكم مجموعة من الحقائق المختلفة والجديدة عليه. رقم واحد، إن الفكرة مختلفة وجديدة. المسلسل بيجمع بين الدراما التاريخية والفانتازيا وكمان الأكل، وده ميكس ما حصلش قبل كده ونادر جدا في الدراما الكورية، وهو سبب انجذاب ناس كتير للمسلسل. رقم اتنين، إن جزء من فكرته جديد جدا، وهو إن البطلة عصرية في عصر قديم، وهي البطلة سوجين شيف جديدة بتتسحب بالزمن فجأة لعصر جوسون، وبتواجه تحدي إنها تطبخ للملك المعروف بصرامته وشدته. ملك غامض. شخصية الملك مش مجرد ديكتاتور، لكن عنده جروح داخلية وذكريات مأساوية بتظهر مع تطور القصة، ودي حاجة نادرة جدا ان احنا نلاقيها في المسلسلات الفانتازيا بتاعة كوريا. رقم أربعة، ضجة كبيرة على تيك توك. مقاطع الأكل والمواقف الكوميدية انتشرت بقوة على السوشيال ميديا، وده زود شعبية المسلسل بين الشباب وخلاه من ضمن أكتر المسلسلات انتشارا في أكتر من 20 دولة مش بس كوريا. رقم خمسة، اللمسة الكوميدية. رغم الطابع التاريخي اللي كان فيه، إلا إن هو فيه مواقف مضحكة بين البطلة والبطل بسبب اختلاف الزمن والثقافة، وده خلاه مرشح لجوائز أكتر آخر السنة كواحد من أقوى الأعمال السنة دي على حسب كلام النقاد الكوريين، وده بسبب الميكس اللي قلنا عليه في أول الفيديو.